فاضل 19 يوم على بطولة العالم للمحترفين، تفتكر هالحق؟ يلا بينا. اول حاجه قابلتها في وشي هي علبه كرياتين كيب جوينج، تحس انها رساله اللي هو كيب جوينج يا معلم، كيب جوينج. طبعا لازم قسم الهيجين ده تعدي عليه الصبح كده، اول ما تصحى تاخد نظافه شامله كده، بعد كده تبدا يومك عشان تبقى فريش كده حتى. طبعا الصلاه هو ربنا اللي هيخليك تقدر تعمل كل حاجه، فمتنساوش. خدت بعضي عامل شبه الاطفال الصغيره اللي رايحين الحضانه مش عايزين يروحوا. نزلت بحب اسمع شويه القران بتوع الصبح دول وانا نازل في العربيه الصبح. طبعا انا على معده فاضيه بخش اعمل الكارديو بتاعي اول 60 دقيقه، بيعدوا على وشي. بس الحمد لله ربنا قدرني بصراحه، يعني اصل الموضوع ما فيهوش رجوع واحنا محترفين، فلازم تركيز رهيب. ما ينفعش اضافه ان انا السعرات بتاعتي محسوبه بالظبط، اي زياده او اي غلطه في اي حاجه انا مش هلحق انزل. الموضوع مش بالصدفه، كل حاجه محسوبه، فانا مش هريسك باي حاجه، فلازم اركز. طبعا انتوا شايفين وانا بحكي لكم اليوم ماشي ازاي في الباك جراوند. طبعا النهارده دخلنا شويه بطاطس، يعتبر ان احنا بنبقى يومين، يوم كارب ويوم زيرو. اه مش تمرين. الحاجة الوحيدة طعمها حلو. جهزت نفسي وخدت الستريم بتاعي بتاع قبل التمرين اللي انا بجيبه من ايفون برومو كود 15. بعد كده دخلت على التمرينه بتاعتي، كان عندي ابر بادي، نزلت لكم التمرينه. بعد كده دخلت 60 دقيقه كارديو التانيين بتوعي اللي بيعدوا على وشي برضه. بخلص بطلع اخد الوجبه بتاعتي، بس لقيت القطه الغلسه دي بصراحه ما سابتنيش في حالي، يعني حتى شويه البطاطس اللي عيلتي عايزه تبص لي فيه. بعد كده قعدت اشتغل اونلاين كوتشنج، برد على الناس كلها. ولو انت حابب ان انت تبقى من تيم يحيى تقدر تشرفني.